طالبة تكشف أسرار فاجعة أكاديمية الطيران والضيافة بعد حادثة أبو تلات. طبعا كلكم شفتوا أو قريتوا أو سمعتوا عن حادثة أبو تلات اللي راح ضحيتها 13 طالب وطالبة أو 13 بنت وولد غرقى في شاطئ أبو تلات. الطالبة قالت تصريحات هامة وخطيرة، وقالت إن رحلة أبو تلات ما كانتش معسكر أو رحلة، ولكن ده كان جزء من التدريب، وكان إجبار من الأكاديمية، وقال لهم إن مش هيروح التدريب هيسقط. وطبعا بما أن الأكاديمية غير مرخصة وبتقبل من الإعدادي والثانوي، وده على حسب أقوال وتصريحات الطالبة، فيؤدي إلى الكارثة اللي احنا شفناها. وأهالي الضحايا تواصلوا معايا، وأنا تطوعت وبفضل الله وإن شاء الله همسك القضية، وإن شاء الله هيظهر فيها مفاجآت كتير، ومش هسيبها إلا لما أرجع حق 13 غريق وغريقة أو شهيد وشهيدة. تحياتي.